السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. المصريين فراعنة ولا عرب؟ سؤال علشان نقدر نجاوب عليه محتاجين نعرف بعض المفاهيم علشان نقدر نجاوب بوعي ونحسب القضية اللي حواليها جدل كبير، سواء في الدوائر العلمية أو في الشارع أو حتى على الإنترنت. في 3 تساؤلات رئيسية هتجاوب على جانب كبير من السؤال، وهي نمرة 1 يعني إيه مصريين؟ نمرة 2 يعني إيه فراعنة؟ نمرة 3 يعني إيه عرب؟ هنبتدي بنمرة 1 يعني إيه مصريين؟ والإجابة هي إن المصريين هم الناس اللي عاشوا على الأرض اللي يحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق البحر الأحمر، ومن الغرب ليبيا، ومن الجنوب السودان، من حوالي 15,000 سنة وإلى الآن. نمرة 2 يعني إيه فراعنة؟ والإجابة هي إن الفراعنة هم ملوك حكموا الناس اللي سكنوا على الأرض اللي يحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق البحر الأحمر، ومن الغرب ليبيا، ومن الجنوب السودان، من سنة 3150 قبل الميلاد إلى سنة 332 قبل الميلاد، وهو تاريخ غزو الإسكندر الأكبر لمصر، وهو أيضا بداية حكم البطالمة اليونانيين لمصر. نمرة 3 يعني إيه عرب؟ والإجابة هي إن العرب هم الناس اللي سكنوا شبه جزيرة العرب واللي اتسمت على اسمهم من أكثر من 1000 سنة قبل الميلاد وإلى الآن، وسموا عرب نسبة إلى جدهم الأكبر يعرب، وهم مجموعة عرقية سامية وحدتها اللغة وساعدهم الإسلام على الانتشار في كافة أرجاء العالم. لسه برضو معرفتوش الإجابة؟ من التعريف السابقة هنعرف إن المصريين أصلهم مصريين. أيوة، أصلهم مصريين. أصلنا هو أرض مصر اللي اتولدنا عليها، سواء كنا نوبيين أو سودانيين أو أردنيين أو فلسطينيين أو شاميين أو فرس أو يونانيين أو رومانيين أو حتى عرب، أو أي حد وصل أرض مصر سواء غازي أو فاتح أو مهاجر. مصر بلد بترحب بالجميع طالما قصده يعمرها ويدوب في نسيج أهلها بدون تعالي أو فرض نمط حياة. والفراعنة كانوا ملوك ليهم نظام حكم فردي مستبد، الناس حبته وفضلت تعيش تحت ظله، ومصر أياميها كان اسمها كيمت يعني الأرض السوداء، أو زي ما بيطلق عليها في بعض كتب التاريخ أرض أهلها. يعني سكان مصر أياميها ما كانش اسمهم فراعنة أصلا، ولكن الملوك كان اسمهم كده. والعرب برضو مش عرق ولكن لغة، يعني أي حد هيتكلم عربي هيبقى عربي حتى ولو أصله منغولي أصفر أو إيطالي أبيض أو نيجيري أسمر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا مصريين بس بنتكلم لغة عربية، يبقى إحنا عرب. يعني مسألة الفراعنة وحضارة 7000 سنة دي مفيش بلح. واللي افتخر بمصر الفرعونية. طب واللي عايز يفتخر إزاي؟ إحنا بنقول له افتخر بأنك مصري، أرضك قبلت كل هذا التنوع الحضاري والإنساني بدون انقطاع، وافتخر بإسلامك اللي نشر في العالم كله قيم العدل والتوحيد والسلام والإنسانية. وأخيرا شارع محمد محمود، عيون الحرية سابقا، لنا ناس ماتوا فيه نحتسبهم عند الله من الشهداء، بندعي ربنا ليهم بالرحمة والأهلهم وزويهم بالصبر والسلوان. أشوف وشكم بخير الحلقة الجاية. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لها معلش يا أمي أموت وبلدنا تعيش. وأمانة تبوسولي إيديها وتسلموني على بلادي يا بلادي.